طب يا سيدي مبروك الاهلي وثامن مره وبتاع ومش عارفه ايه والكلام. طبعا خلاص انجازات بقى، تاريخ، انت بتكتب التاريخ. يعني المدرب ده خامس مدرب الاهلي بيضيف له تاريخ. يعني كل مدربين يعني ده خامس مدرب يشارك معاك كاس العالم للانديه. كل مدرب لعب معاك كاس العالم للانديه شارك مع الاهلي اكتر عدد في مشاركات في كاس العالم للانديه، مش هقول الوحيد عشان يا سيدي موسيماني كان لاعب مره مع اسمه ايه سان داونز، بس مع الاهلي شارك في 2 ولا في 3، فمع الاهلي احسن كتير. بس بره كل ده في واحد زملكاوي باعت لي بيقول لي وده فريق يا عم جايين بتتمنظروا، واحد صاحبي. طب حبيبي ده فريق، ده بطل استراليا. طب انت كزملكاوي تعرف انت ايه عن استراليا غير ان فيها كنجارو؟ يعني تعرف ايه انت غير الكنجارو في استراليا، في قاره استراليا؟ تعرف عنها انت ايه؟ تعرف ايه انت عن اي قاره تانية؟ بلاش اي قاره تانية، القاره الاولى افريقيا تعرف عنها انت ايه؟ انت اخر مره كسبتها امتى؟ ايام تامر عبد الحميد اللي بقى جد دلوقتي، جد هو اخر واحد كسبكم بالشوطه بتاعت سنه 2004 دي، مش عارف 2000 وكام. الواحد كان لسه ما فيش طفل. ايه يا ابني؟ طب وبالنسبه موضوع الكنجارو والكلام ده وموضوع ايقاف القيد، طب ما نفكر في الفكره دي كده والله، نربط بجد الافكار من غير بس عصبيه. انت ليه عايز تأيد او انت ليه تحصر نفسك انك تشتري بس بني ادمين؟ ما هي دي اللي فيها مشكله القيد وبتاع. طب ما تدخل في جرب فصايل تانية. وعلى فكره القانون انا قريته والله، القانون ما بيمنع الكنجارو، ما فيش سطر مكتوب في القانون مانع الكنجارو ولا اي حيوان اخر. على فكره مش مكتوبه ان ممنوع ان الكره للبني ادمين فقط. فانت ليه حاصر نفسك الحصره دي؟ وبعدين انت راجل اصل لسانك طويل وبتشتم اللعيبه، بتقول عليهم حشاشين وتشتموا بالاب وبالام. الحيوانات حلاوتها انها رخيصه وانت عندك ازمه ماليه. نمره 2 مفيش كرامه، فهيمشوا مع المدرب اللي ما فيهوش كرامه، اللي انت بترفده فيسب فيك، فتروح انت مرجعه. فلا انت عندك كرامه كاداره نادي، ولا المدرب اللي جاي عنده كرامه. محتاج لعيبه ما عندهاش كرامه. حرام نصدم العيال دي كلها. فهات حيوانات، هات حيوانات. وبعدين ده هيديك براح تكتيكي بقى مع البروف البرتغالي. بس مش عارف اقول لك، دفاعك تعبان حط 2 فيله في الجون. تعب ماتش في رمضان والدنيا حر، انزل ب 11 جمل. المصري وحسام حسن وحماس ومش عارف نزلوهم 11 كلب يعضوا في العيال، يخرجوا كلهم مصابين وتكسب انت انسحاب. الاباتشي عايز يعمل وخلاص ما بقاش قادر يجري. هات فعلا الكنجارو اللي حكينا عليه، يعبي الاباتشي في عبه كده وينط بيه هوب 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 ويجيب بيه جون، يدخل بيه جوه الجون ويروح ينط بيه بعد كده على الجماهير، يسب الدين لجماهير الاهلي، وبعدين يخسر من الاهلي فجماهير الزمالك تشتمه، يروح رافع لهم الجزمه ويرفعوا يقولوا ده رمزنا بعد ما بيشتمهم ويتف عليهم ويرفع الجزمه. ودي دوره حياتك، دي دوره حياتك. طب انا بسف على الزمالك دلوقتي ليه؟ بصراحه انا اقول لك بقى، انا كنت مفوت كل اللي بيتقال والخرا اللي قاعدين بيسبوا فيه على الاهلي اليومين اللي فاتوا دول، لحد ما لقيت مرتضى منصور بيشتم ابراهيم فايق بالام. والراجل طلع عمل فيديو 4 دقايق، امه اصلا متوفيه. يعني وده بني ادم اصلا محترم جدا جدا، يعني حتى ما بيسفش على انديه خالص، بالعكس راجل محترم جدا. استضاف واحد بس ما عجبوش شتمه بالام. مش ممكن، ما فيش بني ادم بيوقف حد عند حد. احنا اسفين والله يا ابراهيم يا فايق انك انت في منظومه فاسده ما فيهاش حد قادر يوقف الراجل ده عند حده، بكل اسف. احنا اسفين، احنا اسفين والله، احنا اسفين ليك ولامك الله يرحمها، اللي والله يا ريت كل واحد بيسمع الفيديو ده يدعي لها يقرا لها الفاتحه. حرام والله، حرام ان بيتسب لنا كلنا الدين والاهل من واحد ما فيش حد قادر يوقفه. فشل.